عليكم متتبعي قناة كوثر الاستفادة، مرحبا بكم من جديد معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. وكما وعدتكم انني غنحضر معكم واحد الملف خاص بالوصفات الصحية. يعني كما سبق وشاركت معكم الخميرة البلدية يعني مخبوزات بالخميرة البلدية. اليوم جبت لكم كيكة صحية 100% للناس اللي يعني كيديروا الريجيم والاكل الصحي. فهاد الكيكة كتجي رائعة جدا، بنينة وبدون سكر وصحية. فكما كتلاحظوا المكونات عندي هنايا 230 غرام ديال التمر، نقدروا نستعملوا حتى 250 غرام ديال التمر. عندي هنايا 250 مليلتر اي نصف رابعه ديال الحليب دافئ. وعندي هنا نصف كأس ديال زيت الزيتون ديال العنبه. وعندي هنايا 135 غرام ديال دقيق القمح الكامل، يعني بالنخاله ديالو بالدقيق ديالو يعني كامل. وعندي هنايا شويه ديال الملح. وللتنسيم عندي القرفه، نص معلقه صغيره ديال القرفه وملعقه صغيره بيكربونات الصوديوم باش يعطينا واحد الهشاشه لهاد الكيك. وعندي جوج حبات ديال البيض الحجم ديالهم متوسط. فهادو هما المكونات الاساسيه. فهاد الكيك ما كيجيش عالي بزاف، يعني هو ما كينتفخش بزاف لان ما بطبيعه الحال ما مستعملين لا خميره كيماويه لا حتى شي حاجه، كل شيء صحي 100%. بالنسبه للتمر كنغسلوه نحيدو له العظم ديالو وكنغسلو. اي تمر عندكم ماشي ضروري يكون تمر زوين، المهم تمر يكون يعني شويه رطب باش هكا تطحن لينا. كنحيدو له العظم ديالو ونغسلوه ونوضعوه في واحد الميكسور ونزيدو عليه 250 مليلتر اي نصف لتر ديال الحليب دافئ، ضروري يكون سخون باش يعني يطحن لينا هاد التمر. وكنطحنوه حتى يولي واحد الخليط يعني بحال عصير، يعني يكون مطحون مزيان ما يبقاش نهائيا التمر كيبان. شوفوا معايا بحال عصير كيتطحن مزيان، غير القوام ديالو كيكون شويه ثقيل. كناخذوا واحد الاناء وكنخويو هاد الخليط ديالنا ديال التمر والحليب باش غادي نضيفوا له باقي المكونات باش غادي نحضروا هاد الكيك. فالصراحه هاد التمر هو اللي يعني كنستغناو على السكر، كيجي حلو هاد التمر كيحل لينا هاد الكيك. فبديل ديال السكر بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش السكر كنضيفوا عليه جوج حبات ديال البيض. فاللي متوفر عنده البيض البلدي فمن الاحسن، اللي متوفرش ممكن تعوضوه بهذا البيض، يعني البيض الحجم ديالو متوسط. كنضربوا جيدا يعني هذا الخليط ديال البيض والتمر والحليب، كنخلطوه مزيان يعني حتى يعني ينسجم لينا هذا البيض مزيان مزيان. كنضيفو قريصه د الملحه. وهنا بالنسبه للتنسام كنسمو بهاد القريفه، يعني راس معلقه ديال القرفه. وعندي هنا ملعقه صغيره د البيكربونات. هاد البيكربونات كتعطينا واحد الهشاشه وكينتفخ لنا الكيك واحد شويه، يعني ماشي نقول لكم غينتفخ لكم الكيك بزاف، ولكن كينتفخ واحد شويه باش يجينا هشيش وتيجي صراحه بنين هاد الكيك وحلو، تيجي رائع. يعني الناس اللي كتبغيو وصفات صحيه فهاد الكيك هذا رائع جدا ومناسب. هنا عندي نصف كأس ديال زيت الزيتون، يعني زيت العود، ماشي زيت المائدة، زيت العود. نصف كأس ديال العنبة، فتقريبا 50 ملي ديال زيت العود. فكنحركو جيدا هادشي ومن بعد كنضيفو الدقيق القمح الكامل 135. خاصكم هاد العبارات حاولوا يكونوا مضبوطين باش ان شاء الله تنجح معكم. تقريبا كاس ديال العنبه وربع كاس تقريبا ديال هاد الدقيق. فمن الاحسن الناس اللي عندهم الميزان يوزنوا هاد الدقيق الكامل. فكما كتلاحظوا هاد الزلافه يعني ما عمرش مزيان. فكنحركو. شوفوا معايا غير القوام، راه غتعرفوا القياس ديال هاد الدقيق. القوام ما تيكونش ثقيل او ما تيكونش خفيف، يعني كنحركو. شوفوا معايا فهذا هو القوام ديال الكيك. كنحركو جيدا ينسجم لينا هاد المكونات جيدا صافي. ومن بعد كناخذوا المول اللي بغيتو تحضروا فيه هاد الكيك. فهاد المكونات غادي نوضعوهم انا في واحد المول اللي هو غير صغير، ماشي لي مول كبار باش ما تجيكمش عاوتاني رقيقه. كما قلت لكم ان هاد الكيكه راه ما كتنتفخش بزاف، ما كتحتاجش شي مول كبير، غير شي مول صغير. فصافي هذا هو القوام ديالو. بالنسبه للفرن كنطيبوها على عادي كما كنطيبوا اي كيك، يعني كنشعلوا ليها حتى كتحمر لينا من التحت، من بعد كنشعلوا ليها من الفوق. فانا كناخذ هذا المول الزاج الصغير ديالو، لان هذا المول الزاج كيكون الكبير وكيكون الصغير. فانا غادي ناخذ هذا الصغير وكندهنوه مزيان سواء بالزبده ولا بالزيت
مزيان وكنرشوه بداك الدقيق القمح، كندهنوه غير بزيت العود، هكا مزيان باش ما تلتصقش معنا هاد الكيكه. صافي وكنخويو الكيك ديالنا. شوفوا القوام ديال الكيك ما شاء الله، فهاد الكيك صدقوني الا جربتوه غادي يعجبكم، فتيجي بنين وحلو، تيجي رائع جدا يعني بلا ما نستعملو لا خميره كيماويه لا حتى شي حاجه. صافي وكنزينو هاد الكيك ديالنا باش تنعطيوه واحد، تنزيدوه واحد يعني واحد الأكثر صحية، يعني كيكون صحي بزاف ملي كنستعملو هاد الفواكه المجففة، يعني أي حاجة متوفرة عندكم، أي فاكهة مجففة عندكم ممكن تقطعوها، سواء مشماش سواء يعني برقوق هكا تمر، الزبيب، أي حاجة. فكنزيدو يعني تكون هاد الكيكة غنية جدًا وصحية أكتر. فأنا هنايا قطعت التمر هو اللي متوفر عندي، فقطعت التمر قطع صغار. صافي وكنزين به الوجه ديالو، وغادي نزين أيضًا بهاد القرقاع، أي قرقاع عندكم سواء هاد النوع ولا النوع الآخر. فالمهم أننا كنزينو الوجه ديال هاد الكيك باش كتكون أكتر صحية. ف وأي حاجة متوفرة عندكم سواء اللوز مهرمش، لوز إيفيلي، فهنا كنوضع هاد القرعيات. فكما كنعرفوا أن الفوائد ديال هاد الزرارع، الزريعة ديال زريع الكحلة والزريعة ديال القرعة، فتيجيو واحد المذاق كيتواتى مع الحلاوة، تيجيو رائعين جدا وتيعطينا واحد الجمالية للكيك ديالنا، فتيجيو رائع جدا. فهنايا كملت وغادي نوضعها في الفرن. طيب ليا يعني من التحت ونشعل عليها من الفوق يعني عادي، وحتى الا بغيتو تشعلوا عليها في نفس الوقت فماشي مشكل، لاننا هاد الكيك ما كينتفخش يعني كيما الكيك العادي نخاف عليه انه ينزل ولا، فممكن انكم تشعلوا عليه في نفس الوقت او تشعلوا الا كان عندكم فرن غازي حتى طيب من التحت، تهبطوها تحمر من الفوق. شوفوا معايا كتجي خفيفه، تجي رطبه زعما ما تجيش قصحه. كتنتفخ لينا واحد شويه، ما كتنتفخش بزاف، ولكن كتنتفخ بداك بيكربونات صوديوم، وتجي بنينه. تنخليوها حتى تبرد وتنقطعوها يعني وكنقدموها مع الشاي ولا مع القهوه. فبالنسبه لبزاف ديال المتتبعين ديالي طلبوني على وصفات صحيه، فهاد الوصفة أكيد غادي تعجبكم، فما تنساوش تشاركوا معايا الآراء ديالكم في التعاليق. فشوفوا معايا كتجي هشيشة وتجي بنينة يعني في المذاق ديالها، ما توقعتهاش أنا غتجي هكا. فالصراحة كتجي واحد المذاق رائع جدا، غير جربوها وبالصحة والراحة. كنتمنى أنكم يعني تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الأصدقاء والأقارب ديالكم، يعني إلا عجبكم بطبيعة الحال. اللي كيدخل عندي لأول مرة اشتركوا عندي في القناة، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد وصفاتي. وهذه هي وصفتنا اليوم بالصحة والراحة، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وإلى فيديو قادم بإذن الله.